السلام عليكم. طبعا انا طالع اتكلم في موضوع مهم جدا اللي مصر كلها بتتكلم عنه، وهو موضوع الخطوط الاتصالات. طبعا انا واحد من الناس، زي ما الناس عملت كشفت علشان اشوف انا عندي كام خط باسمي. لقيت ان انا باسمي 5 خطوط، منهم خط واحد بس اللي بتاعي والباقي مش بتاعي، 3 اورنج وواحد اتصالات. طيب، آه المفروض ان احنا نسكت ولا نعمل ايه؟ يعني انا طبعا بقالي كام يوم بتكلم في الموضوع ده، وعمال اسمع حاجات كتير في الموضوع ده. كل واحد يقول لك اللي يروح لمحامي، ويروح مش عارف ايه اعملي في الشركه، وروح شركه الاتصالات، وروح الكلام ده. طبعا الكلام ده كله ما حد مش ما نفعش مع حد. يعني اللي راحوا شركات اتصالات علشان هم يقدروا يعملوا حاجه زي كده، ما يقدروش يعملوا حاجه، ولا خدوا ورق او اي مستند يفيد ان الخط مش بتاعه، ولا رضيوا ان هم يدوا له البيانات بتاع الخط، ولا الكلام ده خالص. فاحنا كده بنشتغل نفسنا. طيب، الشاب الصغير اللي اخد 25 سنه في قضيه مخدرات، هو احنا هنستنى لغايه ما كلنا نلاقي نفسنا لابسين تهم زي دي؟ والدكتور اللي لقى نفسه متهم بسرقه تليفون صغير، من التليفونات اللي هي الغريبه ب 100 جنيه دي، تمام، وسنه سجن ولا مش عارف كام، هو وثلاثه معاه. يعني يا جماعه عبث، يعني اللي احنا شايفينه ده مش هينفع. طبعا الموضوع ده لو قعدنا نفكر ده حصل ليه، مش القصه مش قصه تارجت بيعملوا موظف، ولا الكلام ده كلام فارغ ما يدخلش عقل حد. القصه مش على قد الموضوع تارجت. الموضوع ده في مصلحه لناس تقيله. تمام، يعني انا شفت فيديو من شويه لواحد بيقول ان التجار الكبار بقى والمسؤولين في الدولة والكلام ده طالعين بيقولوا احنا ازاي لقينا علينا حاجات تقيلة زي دي. آه، اقولها لكم ازاي؟ يعني انا مش عايز برضه ادخل في قصص انا في غنى عنها، تمام، ولكن الموضوع كبير. يعني لما يكون تجار اعضاء، تجار مخدرات، تجار اي حاجه، تمام، يطلعوا هم يتكلموا دلوقتي يقولوا احنا ازاي نلاقي خطوط باسمنا، واكيد الخطوط دي معمول بها بلاوي مش عارف ايه والكلام ده. يا جماعه الكلام ده مش حلو. الناس الغلاب هم اللي هيشيلوا الليله. يعني واحد هيكون نايم في بيته هيلاقي الحكومه جايه تاخده. في يا جماعه انت قتلت، انت سرقت، انت بتتاجر في الاعضاء، انت مش عارف عملت ايه. طيب المفروض ان نسكت يعني كل بني ادم لما يروح يكشف يلاقي نفسه عنده 4 5 6 خطوط، تمام، معلش في خط منهم هيطلع بتاع نصاب، في خط منهم هيطلع بتاع حرامي، في خط هيطلع مش عارف بتاع ايه. طب وبعدين؟ طب احنا هنسكت ليه؟ طب انا لما اكون عارف ان انا مجرد يعني معرض للسجن في اي لحظه في حاجه، يعني لما هتكون انت ماشي كده بعربيتك هتلاقي كمين بيوقفك يقول لك تعالى انت حرامي، انت نصاب، انت قاتل. طب ايه؟ اولا لما احنا في الفتره اللي فاتت لقينا ان الموضوع انتشر واتطور بالمنظر ده، مبدئيا كده اول حاجه المفروض الولد اللي اخد 25 سنه ده يخرج فورا. حرام. يعني ليه ولد صغير زي ده لسه تقريبا عنده 20 سنه او حاجه زي كده ياخد 25 سنه ويقعد عمره كله في السجن؟ عشان ايه؟ عشان واحد حرامي، ولا واحد نصاب، ولا واحد قاتل، عمل كارثه، موظف حقير يعمل حاجه زي كده ويقع فيها ولد زي ده؟ حرام يا جماعه. لو احنا سكتنا على حاجه زي كده كله هيلبس، كله هيشيل، كل واحد هيلاقي نفسه ابنه معرض لكده، او اخوه، او هو نفسه، او مراته، او الموضوع ده ما ينفعش السكوت عليه. الموضوع ده لازم يكون قضيه راي عام كبيره قوي، لازم كلنا نقف نتصدى ليها، لان احنا كلنا كده معرضين، مفيش حد ابدا مش معرض انه يتسجن. لازم نعرف هنعمل ايه. لازم شركات الاتصالات دي تدفع لكل شخص اثبت ان في خط باسمه، لازم ياخد تعويض، وتعويض كبير. لا، كل واحد يقوم محامي ونرفع قواضي ونطلب تعويضات كبيره جدا، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي تأدبهم، والحاجه الوحيده يعني في الدول التانيه كل واحد بيبقى من حقه ياخد خطين بس. معروف ان انت ببطاقتك هتاخد خطين من الشركات كلها، هم بقى 5 شركات 10 شركات، هو انت ليك خطين 2 بس، مش اكتر من كده. لكن احنا عندنا البني ادم ممكن يشتري 500 خط باسمه عادي. فالموضوع ده لازم يحصل فيه تعديل. لازم نخلي مسؤوليتنا من الخطوط اللي باسامينا. لازم حد مسؤول يطلع يعرفنا نعمل ايه.
ومبدئيا لازم الولد اللي خد 25 سنه ده يخرج، والناس اللي عليها تهم دي. وبعدين في حاجه، طب احنا دلوقتي هنقدر نثبت ازاي ان ده بريء او ده متهم؟ لمجرد ان انت ممكن الشريحه تتحط في تليفون، تمام، وخلاص يعني انت كده لبست الليله. طب هنثبت ازاي؟ ما هم لو احنا نقدر نثبت ونخرج نفسنا منها كان الولد ده قدر يخرج من السجن. لكن احنا انت لو الخط بتاعك معمول بكارثه، خلاص كده انت شكرا، انت مش هتقدر ان انت تثبت ان انت بريء، انت خلاص بقيت متهم. فاتمنى ان احنا كلنا نتصدى للموضوع ده، ما ينفعش نسكت، ولو سكتنا يبقى احنا كلنا معرضين للسجن. طبعا هنتابع الاحداث، هنشوف ايه اللي هيحصل، وهنطلع نتكلم في الموضوع ده تاني وتالت، مش هنبطل كلام فيه، لان صدقوني انت ماشي في الشارع معرض ان انت تتسجن. السلام عليكم.